مساء الخير وجدد تحية وترحاب بكم أينما كنتم تتابعون على شدة تي في نقاش مفتوح، وأرحب بفريق البرنامج هذا المساء من جديد سي سعيد الخمسي، وأنت طبعا محلل سياسي وخبير جيوستراتيجي. مرحبا بك سي سعيد. مرحبا سي كريم. مرحبا أيضا بسي عبد الفتاح نعوم، الكاتب والباحث في العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور نعوم. مرحبا سي كريم. مرحبا أيضا بدكتور منار سليمي، أستاذ التعليم العالي والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس. مرحبا سي سي كريم. ترحب بنا. فرحان بك بزاف، فرحان بك بزاف. نرحب أيضا بسي عز الدين خمريش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني. مرحبا دكتور. ونرحب بموضوعنا الآن، موضوع بوليميك جدا في المغرب، التعليم. التعليم من المفترض أنه عملية قد تكون بسيطة، كتبدا في الصباح وكتسالي في العشية في مؤسسات تعليمية وتربوية من قبل أشخاص متخصصين أكاديميين اللي هما الأساتذة والمعلمين اللي نكن لهم كل التقدير والاحترام، بتسيير من قبل الحكومة والوزارة والسلطات المعنية والمسؤولة. في المغرب نتحدث عن مشاكل التعليم أكثر مما نتحدث عن التعليم، نتحدث عن الإضرابات أكثر مما نتحدث عن جودة التعليم. بداية هذا الموسم كانت بداية استثنائية، انطلق الموسم بالإضرابات، بالاحتجاجات وبالخلاف ما بين الوزارة والأساتذة والمعلمين، وما بين النقابات والتنسيقيات، وما بين النقابات فيما بعضها والتنسيقيات التي ولدت من رحم النقابات. الاختلاف هو العنوان البارز، والضحية الأول هو التلميذ المغربي والتلميذة المغربية، وهم طلبة وهم أطفالنا وشبابنا في نهاية المطاف. سي سعيد خمسي، ما رأيك في هذه الأزمة المستمرة اليوم ما بين الأساتذة والمعلمين ووزارة شكيب بن موسى؟ سي كريم اسمح لي ما نتفقش معك كاع. داك القضيه، داك اللعبه ديال الضحيه الاول والتلميذ وكذا، هو نفس المنطق اللي تيدار في العقل السياسي اللي تيستعمل على حماس وفلسطين وشيطان. قول لي شكون الضحيه؟ لان واحد فاش يقول لك الضحيه الاول زعما تيقول لك هذا الاستاذ هو اللي دار للتلميذ هذا الشيء. ابدا، باش تكونوا في نقاش اللي تيفيد البلاد. الضحيه الاول هو الاستاذ، وراه قلتها لك في الحلقه الاخرى وما عرفناش الوقت. المونديال والتنميه والبنيه التحتيه وهذا ما غينجح والو إلا ما بنيناش تعليم حقيقي، وتعليم حقيقي ما غيتبناش إلا ما كانش عندنا رجل تعليم محترم جدا. اللي طاري الآن في المغرب هو الوضعية والصورة د رجل التعليم، وأنا ماشي رجل التعليم، ما عمرك التعليم يسحب ما تدافعش على فئتي، أنا ماشي في الفئة ديال التعليم. الوضعية والصورة د رجل التعليم في المغرب مدقدقة ومؤلمة ومحزنة ومتخلفة. صافي، هذه واحدة. جوج، ما يروج الآن في التعليم هذا فاش شفنا داك هادشي اللي خرج، أو يمكن يعني نكون قاسي شوية ولكن يتحملني سي شكيب بن موسى. هناك نوع من التحايل في تقديم ما سمي بالمكاسب للتعليم. هناك تحايل، لأن ما تظنش غاب واحد كتدير سياسة، راه واحد معلم في راس الجبل اللي راه تيفهم ربما أحسن منا كاملين في السياسة، ما ديرش التحايل. الأمر الثاني، شخصية الوزير ديال التعليم الآن في المغرب غير مقنعة. أعيد، شخصية وزير التعليم في المغرب غير مقنعة، علما أن وضعية الوزير أنا زعما ما تدخليش لراسي وتنضحك فاش نسمع شي وزير تيقول حنا ما تنهضروش تنخدموا. واش هذه هضره يقولها وزير بعقلو؟ الوزير تيهضر، وظيفة الوزير 50% هضرة و50% لأنه هو وظيفته أن ينتج التواصل، لأنه هو ينتج من غير السياسات العمومية اللي كبر من السياسات العمومية، هو ينتج الأمل في المجتمع، ينتج الأمل، بالتالي هو فاش يتواصل ينتج الأمل. الثالثة، خطير أنك تحول الأكاديميات ديال التربية والتكوين في المغرب من الوظيفة التربوية التقنية إلى ولي يدير وظيفة سياسية، دبر الموارد البشرية ماشي خدمته. آخر، وأنا غير أعلم طبيعة التعليم في المغرب خصنا نجاوبوا عليه. واش هو ملف عادي؟ واش هو ملف أمني؟ واش ملف استراتيجي باغي نبنيو به ذاك المغرب اللي تنتقاتلوا عليه وتنحلموا به؟ آخر ملاحظة ما نفصلتها في شي وحدة، هو أن التعليم إلا كنا باغيين نصاغوا لنا المغرب غدا خصنا نصاغوا التعليم ديال دابا. والمفتاح الأساسي اعتبروا رجال التعليم اعتبروه بحال شي زلزال حتى هو. ياك فاش جانا الزلزال واش شي واحد في المغرب دابا دوا على الفلوس فاش قلنا غنخصو 120 مليار درهم يعني على 6 سنوات، واش شي واحد قدر يدوي يقول لا بزاف شويه
مساله الفلوس يعني اصبح لان عندنا الانسان راب. اعتبروا بان التعليم وضعيه استثنائيه، اعتبروه زلزال. ماشي زلزال، اعتبروا ضرب وزلزال، خصو وضعيه استثنائيه في 5 سنوات. شكرا سعيد. واش التعليم في المغرب اليوم ضرب وزلزال؟ بطبيعه الحال، وماشي دابا، ماشي غير دابا، لانه المشكل اللي كاين عندنا ديما التعليم، الموضوع ديالو ولا الغايه ديالو ولا المستقبل ديال التعليم هو التلميذ، ولكن راه كنتكلموا على 3 الركائز مهمه، 3 فيها مشكل. المشكل الاول اللي عندك المرافق عندنا في التعليم، حنا كنعرفوا خصوصا التعليم الابتدائي والثانوي، المرافق الطلب كيتزاد، زياده السكانيه بطبيعه الحال، زياده الولادات، زياده يعني الطلب على التعليم كتزاد سنه بعد سنه، الخرائط المدرسيه تنعرفوا كيفاش كتدار والمشاكل اللي مطروحه فيها. الركيزه الثانيه اللي هي مهمه بزاف عندك اللي هي المورد البشري. المورد البشري كتكلم على الاستاذ، خاصك تاهله، تقريه مزيان، خاصو يكون في وضع اجتماعي مزيان، خاصك تحصل له الامكانيات ديالو ويخدم في ظروف مزيانه. ما يمكنش نهائيا غادي بالظروف الحاليه اللي كيخدم فيها رجل التعليم، رانا كنعرفوا الوضع كيداير بالتفاصيل. رجل التعليم خصوصا في المستويات الدنيا كيخدم بواحد الظروف اللي هي صعبه جدا. مستوى التعليم العالي، علاش كنتكلم على مستوى الدنيا؟ لانه كنتكلموا على جانب تاسيسي، كنتكلم على واحد القابليه ديال التلقي ولا واحد النوع من المستقبل، خاصو معامله خاصه، لا على مستوى المرافق، لا على مستوى الموارد البشريه، على مستوى التاهيل والتكوين، لا على مستوى حتى الوضع الاجتماعي وغيره. ثم عندك المناهج والبرامج الان عندها استحقاقات خطيره جدا. هذا موضوع يعني باقي ما حتى واحد ما فتحها بالنقاش، خصوصا فاش التواصل الاجتماعي دابا وفي دخول فاعلين اخرين على العمليه التعليميه. يعني كنتكلموا على مشكله حقيقيه كاينه الان في التعليم. المصيبه فين كاينه عندنا، وهذا هو اللي مهم جدا نبغي ننبه ليه، هو انه كلشي كيطلع على رجل التعليم في الاخر. رجل التعليم كيطلع ملي كيخرج يمارس حقه النقابي، حقه الاحتجاجي، اما كيتعرض يعني العمليات احيانا يعني ديال الاقصاء من الحوار وعدم التجاوب معاه، مشكل تواصلي حقيقي مطروح الان عند الوزاره وعند الوزير. ما كيتحاوروش، وماشي غير هذا الوزير، دائما كان هذا المشكل، ما كيتحاوروش مع الناس، ما كيتصنتوش لهم. كاينه مساله اخرى عاوتاني دابا التواصل الاجتماعي، وكنلاحظوا بعض المره ولاو كيحملوا المشكله كامله للاستاذ، وكانه خاصو يبقى يعني جائع ورائع، ما خاصوش هو ما يحتج لا على الوضع القانوني، لا على هذا الشيء اللي وقع. مشكل التعاقد اللي هو الان ولا موروث ولا مزمن ولا مستعصي، هذا مشكل التعاقد اللي ولا دابا كيتراكم مع ما يرتبط به من مشكلات اخرى قانونيه واجتماعيه وغيرها. فبالتالي خاصنا قدر من الوضوح، من انه كيف ما قلت سي سعيد، راه جزء من السياسات العموميه، ولا السياسات العموميه راه تواصل، النصف ديالها تواصل، خاص ضروري هذه القنوات ديال التواصل سي خماش. شنو رايك؟ أولا ما يجري اليوم في قطاع حيوي وأساسي يعتبر المرتكز الأساسي لتقدم أي أمة أو أي حضارة. لا يمكن أن تبني أي حضارة أو تبني أي مجتمع أو تبني أي دولة لتصل إلى درجة الرقي والتقدم إذا لما كانتش مبنية على مجال التعليم، تبقى حضارة فاشلة. علاش؟ لأن مجال التعليم هو المجال الأساسي الذي تبنى عليه حضارة الأمم عبر التاريخ. هناك تجارب دولية كبيرة جدا من اللي خدات التعليم وصلحات التعليم واعتمدت على التعليم راها نجحت. لكن مجموعة من التجارب الدولية. التعليم عندنا في المغرب هو واحد القطاع الذي تنظر إليه الدولة وتتعامل معه بمنطق تجاري، تدبر اليومي والمرحلي دون أي استراتيجية. هناك تخبط، هناك عشوائية، هناك ارتجالية، لا في وزارة التربية الوطنية ولا في وزارة التعليم العالي. اليوم هاد الوزيرين معا، لا وزير التعليم العالي ووزير التربية الوطنية، خصهم يحطوا الصورت ويقدموا الاعتذار للمغاربة لهذه الدرجة. نعم، لأنهم فشلا ذريعا في إصلاح التعليم بالمغرب. والكارثة سيطل على المؤسسات التعليمية اليوم. لا ما نهضروش على رجل التعليم الذي هو صلب ويعتبر الدينامو أو الترمومتر الوحيد الذي نقيس به مستوى التعليم في المغرب. وضعيته وضعية هشة، وضعية مزرية. انت راسل لي معلم في الجبل، ما موفر لي لا طريق لا مدرسة لا سكن.